أثناء عمل أهلا بيكم وكده اشتغل. الطلبة اللي عمالة تصيح قوي يعني ايه يا جماعة؟ في ما تهدوا شوية، انتوا لسه قدامكم شهرين، شهر 11 وشهر 12. طيب نمسكهم واحدة واحدة، سواء كنت ثانوية أو إعدادي. اللي أنا شفته قدامي أولى ثانوي وتانية ثانوي وتالتة ثانوي وتالتة إعدادي. نمسكهم واحدة واحدة كده من أول تالتة إعدادي. معلش يعني تعالى كده صغير، انت بتصيح ليه؟ بجد والله يعني انت تالتة اعدادي بتصيح ليه؟ منهجك فيه ايه صعب؟ في ايه عندك ايه في حياتك ممكن تصح عشانه؟ ايه اللي مأخرك عن المذاكرة؟ المنهج بتاعك عمال تقول ده المنهج صعب. لا يا حبيبي المنهج مش صعب ولا حاجة، لا ده منهج جديد. انت مالك؟ انت جديد ولا قديم؟ انت مالك؟ وانت بتشرحه؟ لا. انت اللي بتجهزه؟ لا. مالك انت بالحاجة دي؟ وهنتكلم عنها في الاخر ونعرف اذا كان المنهج الجديد دي يعني اصعب من اللي فات ولا اسهل. هنعرفها في اخر الفيديو كمان شوية. تالتة اعدادي بقى انت صياح اوفر اوي والله العظيم. يعني انا شفت قدامي ناس عماله تصيح، ابص الاقيهم تالتة اعدادي. ازاي؟ مش عارف. يعني سبت اللي بتوع ثانوي، يعني وفر الصياح من دلوقتي، ولا انت بتتعود يعني بتتارجت نفسك من دلوقتي يعني على الصياح؟ لا لا لا، انت كده اوفر وما فيش حاجه اسمها صياح، ما فيش الكلام دي. اولى ثانوي مالك انت كمان؟ بدري عليك شويه، لسه بدري على فكره يا جماعه والله العظيم، لسه بدري. اولى ثانوي وثانيه ثانوي لسه بدري. يعني انت معاك شهر 11 وشهر 12. انت لو بدات من دلوقتي، لو نمت وبدات من بكره، انت قادر تطلع من الاوائل. الكلام ده حقيقي، بس ذاكر كويس. مش هقول لك ذاكر بال 40 ساعه في ال 24 ساعه، لا، يعني ذاكر عدد ساعات معينه عادي، بس ذاكرها بشكل صحيح. حاول تفهم انت بتذاكر ايه. تمام. بالنسبه لثالثه ثانوي، انت لو ذاكرت من دلوقتي لحد اخر السنه هتطلع من الاوائل والله العظيم، وعندك وقت بزياده كمان. تمام. ليست العبره بمن سبق، ما فيش الكلام ده. فانت دلوقتي ايه هو ده؟ فبطل صياح وما فيش يا جماعه الكلام ده، انك يعني تقول ده انا اتاخرت ومش هلحق. لا لا، هتلحق. انت وفي اللي بيقول لك ماليش نفسي اذاكر، ليه؟ يعني لسه بدري. انت يا دوبك بادئ من شهر تقريبا، انتوا المنهج بتاعكم نزل متاخر، يعني انت ما لحقتش تصيح، يعني ما خدتش حاجه كبيره قوي يعني في المنهج. فلسه بدري، سواء كنت ثانوي او اعدادي يعني، او حتى ثالثه ثانوي يعني. لا لا، انت لسه قدامك وقت بس اللي انا عايز اقوله لك ان يعني اللي انا شايفه انك انت بتصيح بسببه انك مش فاهم المنهج بتاعك بجد. يعني في ناس بتكلمني في الانجليزي، انا مش فاهم حاجه، انا مش عارف احفظ كلمات، انا مش عارف ايه. يعني اقول له يا حبيبي الكلمات انا شارحها بطريقه يعني تسهل عليك، بمجرد ما تسمعها بس وانا شغال او انا بشرح يعني الفيديو عندك، يعني هتلاقي الدنيا سهله. الاقي يقول لي اديني كام كلمه كده، قولهم لي اهم كام كلمه، بحيث يعني اخش الامتحان. يعني عايز اقول لك 10 كلمات مثلا معينين، تخش الامتحان تلاقيهم في القطعه، وتلاقيهم في الاخطر، وتلاقيهم في الترجمه، وتلاقيهم انت بتهزر؟ دي لغه في الاول وفي الاخر. ايه كماني؟ اضغط لتعود مشاهد. لا مش هضغط. ايه كماني؟ يجي ايه حد تاني بعت لي قال لي ايه؟ الناس مستهترة والله العظيم. يعني ده اللي انا شفته واللي وصل لي. يعني ابعت لناس حاجات معينة مثلا يذاكروها، يعني واحدة واحدة، اقول له مدة واحدة دماغهم مش فيهم. يعني انت داخل تسألني ليه؟ طيب يعني انا بحاول اساعدك وماشي معاك خطوة خطوة، انت داخل تتعبني وتضايقني يعني ولا ايه؟ لسه عندك وقت. طيب بالنسبة بقى للمنهج الجديد دي، أصعب من القديم ولا أسهل؟ لا يا حبيب قلبي، هو المنهج أسهل والله العظيم، أسهل. يعني أنا بتكلم من ناحية الإنجليزي، من ناحية اللي أنا شفته. تمام. في الإنجليزي لا أسهل. المواد اللي بقت غير مضافة زي الألماني مثلا وتقريبا الجيولوجيا المواد ديتي زي ما هي ما اتغيرتش. يعني الألماني لو أكلمك عنه كلغة تانية زي ما هو ما اتغيرش، أولى ثانوي وثانية ثانوي وثالثة ثانوي زي ما هو ما اتغيرش، المنهج هو قد كده. تمام. فيا ريت تلم نفسك وتنجز، عشان في السنة اللي فاتت في ثالثة ثانوي يعني نسبة كبيرة قوي سقطت، ونسبة كبيرة دخلت دور تاني ملاحق يعني.
وممكن يكون حد قعد السنه، ممكن، بس انا ما تابعتش في الاخر بصراحه، ما تابعتش، ما اعرفش في حد قعد السنه عليها ولا لا. فانت حاول تيجي مثلا من اول شهر 12 يعني 11 في نص 11 تحاول تخش على اللغه الثانيه اللي عندك مش مضافه. تمام. وربنا يكرم ابقى انزل شرح بقى، مش عارف بصراحه اللي هيحصل في الفتره الجايه. فالمنهج بتاعك اسهل في الانجليزي. يعني انت عندك الوحده الاولى يا ثالثه اعدادي، انا كنت شرحت الوحده الاولى السنه اللي فاتت في ثالثه اعدادي يعني، بس دي الحاجه الوحده اللي نزلتها كامله. كانوا مدينك 3 قواعد تقريبا، انت الوحده السنه دي مدينك قاعده واحده في الوحده الاولى، والوحده الثانيه مخففين عليك خالص، والوحده الثانيه تقريبا مدينك باين قاعده واحده تقريبا يعني على حسب ما شرحت، مش فاكر والله، الشرح كله دخل في بعض مش هقعد فاكر ايه. والوحده الثالثه عندك اهو اللي انا بجهزها او اللي انا بصيت عليها يعني، حاطين لك قاعده قد كده، والله العظيم قاعده قد كده، عيل بتاع اولى ابتدائي اشرحها له والله العظيم يفهمها قد كده، مش متقلين عليك. السنه اللي فاتت كانوا بيحطوا بالثلاث قواعد، مخففين المنهج عنك خالص، سواء كنت اعدادي سواء اولى ثانوي ثانيه ثانوي ثالثه ثانوي، انت المنهج بتاعك زي ما هو. ثالثه ثانوي بيدوم كل القواعد تقريبا 90% يمكن اكتر من القواعد اللغه الانجليزيه. سيب ثالثه ثانوي على جنب فانتوا لا يا جماعه المنهج بتاعكم مخففين المناهج بجد والله. بطل صياح، انت ممكن تكون مثلا بتصيح عشان مش فاهم، يا حبيب قلبي بطل تمشي مع القطيع. يعني الطلبه في حاجه ماشي انا هاجي، انا بصور حاجه دلوقتي. بطل تمشي مع القطيع، ما تقعدش مثلا اصحابي بيجروا رايحين مكان معين عند حد معين فانا اجري معاهم حتى لو مش فاهم يبقى العيب فيا. لا مش ممكن يكون مش فيك انت، ممكن يكون مدرس كويس بس انت يعني كميتك مش ماشيه معاه، فاهمني؟ انا مش بطلع العيب من عنده. يعني انت مثلا يكون التركيبه مش ماشيه، مش قادر تستوعب، مش قادر تفهم، دي حاجه ترجع لك شوفوا غيره. تمام. وممكن المدرس يكون مش مهتم بيك اصلا، شوفوا غيره. يعني انت معاك فتره ثالثه اعدادي اولى ثانوي ثانيه ثانوي، جرب براحتك، جرب من مدرس لمدرس، شوف اللي رايحك وكمل معاه. طيب انت لازم ركز معايا في الجمله دي، انا عارف ان ممكن تعمل مشاكل بس قشطه. لازم تبقى خارج فاهم من الشرح بتاع حوالي 75 80%. يعني حصه شرحت لك النهارده تبقى خارج فاهم من المدرس، انت قايم من قدامه مثلا بعد ساعه وساعتين قايم من تحت ايده فاهم 75 80%. اقل من كده لا، في تقصير بجد. وتشوف التقصير ده من مين؟ منك انت قاعد منفض وبتلعب في ضفرك، او من الشخص اللي بيشرح لك المدرس. تمام. فلازم كمان يبقى ايه قشطه فلازم يعني يكون ايه، لازم تبقى متماشي مع المدرس بتاعك. تمام. وغير عادي، غير براحتك يعني لحد ما تلاقي المدرس اللي يمشي ويناسب معاك. وممكن العيب يكون فيك انت بنسبه كبيره، بيكون برضه فيك انت برضه. تمام. فركز وحط عقلك في دماغك كده شويه. وبالنسبه للانجليزي لو احتجت مني حاجه اتصل وكلمني عادي، على فكره تبعت لي على الواتس، تبعت لي على الفيس، مش من دون اي مقابل، عادي ما يهمكش حاجه. والمواد التانية هتلاقي ناس بتساعدك برضو، يعني هتلاقي ناس بتساعدك والله العظيم. خلاص كفايه كده. الفترة الجاية صحيح يا جماعة، أنا الفترة الجاية إن شاء الله هبدأ يعني في كام يوم كده جايين هنريح فيهم شوية، نهزر فيهم شوية، عشان أنا مريح اليومين دولتي يعني أنا وجعتني والله العظيم بسبب التصوير والتليفون وتظبيط الفيديوهات، وتعبت والله، تعبت جامد والله، أنا تعبت يعني عايز أريح عشان التليفون. بس منهجك اسهل من منهج السنين اللي فاتت بجد. بس انت يعني ما تجريش مع القطيع، ما حدش ينفع غير نفسك يا حبيب قلبي. هتيجي اخر الترم او اخر السنه قول لي درجتك، ما تقوليش درجه القطيع اللي انت ماشي معاه. تمام. ولا حد يقول لك مين اللي كان بيشرح لك، ولا كنت بتروح ولا ما كنتش بتروح، وتوفر على نفسك. دي حاجه في اول والاخر ترجع لك، مجموعك هيتسال عنك. وبرجع اقولها لك تاني، لو بدات من دلوقتي انت قادر تطلع من الاوائل. ومش هقول لك ذاكر 20 ساعه في اليوم، لا، ذاكر عادي جدا، بس انت لازم تبقى فاهم انت بتذاكر ايه. ما تعتمدش على الحفظ في اي حاجه، اي حاجه ما تعتمدش فيها الحفظ. انا عن نفسي ما بعتمدش فيها بتاع باظ انا عن نفسي ما بعتمدش على الحفظ في الشغل بتاعي. ف
يعني ربنا يكرم ان شاء الله ويوفقكم بس اشوفكم ان شاء الله على بعد اسبوع في شغل جديد وشرح جديد حلقات شعر روقان والله، انا دماغي كانت مصدع. اشوفكم ان شاء الله يعني الاسبوع الجاي. يعني لو بتفهم صحيح يا جماعه، يعني انت لو بتخش عندي على اليوتيوب يعني لو فهمت بحط لايك، يعني عرفني ان في حد فهم. تمام. ولو عندك اي سؤال بكتبه في التعليقات وانا هبقى ارد عليك. تمام. يعني عرفني انت فهمت ما فهمتش، في حاجه وقفت قصادك ولا لا. تمام. يلا مع السلامه، تصبحوا على خير بقى، واستنوني ان شاء الله في الايام الجايه او اليومين الجايين دول هندعم الزمالك في الصور ان شاء الله. استاذ عمرو مستنيك. كابتن معتز مستنيكم، عمده مستنيكم. سلام.